يا جماعة، بيبتدي ملخص النهاردة في واحدة من الجنازات، وبنشوف جون بطلنا وهو رايح يعزى مرات أخوه، وأول ما بيوصل بيطرد الكل. ولما بيشوف بطلتنا اللي بيكون اسمها جي بيمسكها وبيقول لها إنهم أخيرا اتقابلوا، وهي مش بتكون فاهمة قصده. هو بتعرفه على ياو ابن أخوه عشان المفروض يعني إنه ينضم للعيلة، لكنه بيرفضه. هو بيحذرها تجيبه بيتهم، ولكن جيا بتاخد العربية وبتروح وراه. وقبل ما تدخل القصر بيمسكها، هو بيقدمها لأبوه على إنها حبيبته. هو بيحذرها تتكلم عن ياو قدامه، بس هي بتستغل انشغاله. هو بتروح على طول وبتعرف الجد إنه له حفيد، فبيفرح طبعا ومبيكونش مصدق. هو بيزعق لجون عشان خبى عليه. هو بيأمر إن ياو وأخته يعيشوا معاهم في القصر، ودي كانت وصية أمها قبل ما تموت. وبتفتكر جيا اللي حصل من البداية لما جون جه العزا وطرد الناس، ووقف ياخد العزا بطريقة وحشة، والناس ابتدت تتكلم عليه وإنه عنيف وقاسي والكل بيخاف منه. لكن جيا ما خافتش وعرفته إن ياو يبقى ابن أخوه ولازم يعيش معاهم وياخد ورثه. بس رده كان صادم لما قال لها إنه مش هيخلي غلطة أخوه تخسره ثروته، ولو خايفة على أخوها ما تظهروش قدام. بس بتتحداه إنها تروح للجد وتعرفه إنه عنده حفيد. بس جون بيقول لها جربي وأنا وعدك هتكوني تحت التراب قبل ما توصلي. هو بيمسكها وبيسألها لو شكله مش مألوف ليها، وهي بتكون متشككة وبتسأل نفسها لو قابلته قبل كده، بس ما بتكونش فاكرة حاجة. هو في النهاية جون بيرفض ياخد ياو، فبتضطر إنها تلحقه بالعربية وبتوصل للقصر بتاعه. ولما بتحاول تتسلل ليه الحرس بيمنعوها. هو بيمسكوها وبيسلموها لجون اللي بيكون مع أبوه في الوقت ده، وبيعرفوا إنه هيسافر لفترة. ولما بيشوف جيا بيسأله مين دي، فبيقوله إنها حبيبته. هو بيحذر جيا إنها تتكلم قدام أبوه. هو بيأمر الحرس إنهم ياخدوا ياو وجيا على فندق، بس أول ما بيلف بيلاقيها واقفة مع أبوه. هو بتكون عرفته كل حاجة. هو بنرجع لوقتنا تاني. هو بنشوف ياو وهو بيشكر جي إنها جت معاه لأنه لسه مش متعود على العيلة دي، وهي بتقول لنفسها إن دي فرصة كويسة عشان يعيش حياة كريمة، وهي كمان تقدر تعالج نفسها وتشتغل وتجيب فلوس كتير. هو بالليل جون بيكون سهران مع أصحابه، هو لكنه بيشوف واحد بيضايق بنت. هو بيتفاجئ إنها جي، فبيضرب الزبون وبياخدها للبيت، لكنه بيحاول يقرب منها غصبا عنها طبعا، وهي بتفضل تبعد فيه. هو بتكون عايزة ترجع للشغل تاني، بس جون بيرفض. هو بيسألها عايزة الشغل ليه، فبترد وهي مش في وعيها عشان الفلوس. هو الظاهر كده إنها شربت حاجة فيها مخدر. هو لما جون بيقرب منها بالعافية بتعضه. هو طبعا بيتعصب فبيروح واخدها على البيت بالعافية. هو لما بيوصلوا بيحطها في السرير، بس هي بتمسك فيه. هو بتقوله خليك معايا ما تسيبنيش لوحدي. هو بيبان عليها إنها خايفة فبيفضل جنبها. هو بيطمنها إنه جنبها ومش هيسيبها. هو بيفتكر جون إنه قابلها قبل 6 سنين لما كانت بتبيع بالونات على البحر، وعرضت عليه ألوان البالونات، وساعتها اتضايق منها لأنه عنده عمى ألوان. ولما عرفت خدته على المكان اللي بترسم فيه وعرفته على الألوان، ولكن بطريقة مختلفة عن باقي الناس. هو من وقتها وهو واقف في حبها، بس ساعتها كان الطفل وما قدرش يقرب منها. هو بيقف بعدها يتفرج على اللوح بتاعتها. هو بيكون خلاص خف وبيقدر يتعرف على الألوان. هو بيقول لها وهي نايم إنها خلاص هتكون ملك، هو مستحيل يسيبها تضيع من إيده مرة تانية. وتاني يوم بقى هي وجيا بينضم لجون وأخته اللي بيكون اسمها جيسي على الفطار. هو بتكون جيا مش عايزة تفطر، بس جون بيجبرها تلتزم بتقاليدهم ده لو عايزة تعيش معاهم هنا، وعشان ما تسيبش أخوها لوحده بتضطر تقعد معاهم. وعلى الأكل جيسي بتطلب من جون 1,000,000 عشان تجيب شنطة لسه نازلة جديد. هو طبعا بيوافق. جيا بتقول لنفسها بتمن نص شنطة بس من دول أقدر أسافر برا وأتعالج. وبتفكر إنها تطلب من جون سلفة وتبقى ترجعها له، بما إنه ما عندوش مانع يعني يدفع 1,000,000 في شنطة. هو بعد الفطار بتروح لجون. هو بيسألها لو جاية عايزة شنطة زي جيسي، فبتقوله لا، هو إنها بس محتاجة نص المبلغ ده لو يسمح يعني. فبيكون رد عليها لأ لأنها مش من العيلة. هو لو بتطلب لياو كان ممكن يوافق، إنما هي مجرد دخيلة عليهم، بس ممكن يديها المبلغ ده لو قضت مع ليلة. هو بتحس جيا بالإهانة
وبتكون عايزة تعيط بسبب اللي قاله لها. وجون ما بيكونش فاهم هي زعلت ولا حست بالإهانة. وعند جيا بقى بتكون بتدي درس للأطفال، وبعد ما بتخلص بتجيلها الحالة المرضية اللي بتعاني منها، هو بيكون اسمها التصلب الضموري. هو بتتفاجئ بعدها إن شين زميلها رجع من السفر، هو بيرجع يجدد عرضه عليها بالجواز، وهي بتعرفه إنها مش هتقدر تتجوزه لأنها هتسافر بره. فبيوعدها شين إنه هيسافر معاها، لكن هي بتعرفه إنها محبتهوش وبتعتبره صديقه بس. فبيقولها إن هيقعد فترة في البلد عشان تفكر وتبقى ترد عليه. هو بيمسك شين إيدها اللي بتترعش، هو بتخاف لحسن يعرف مرضها. وفي الوقت ده بيكون حد بيصورهم، هو بتوصل الصور لجيسي اللي بتكون خطيبته، وهي طبعا بتروح تشتكي لأخوها جون. هو بتوريه الصور، هو بيتعصب طبعا، مش عشان خطيب أخته بيخونها إنما عشان قرب من حبيبته. هو بيتصل على جي عشان تجيله مقابل إنه يديها الفلوس اللي عايزاها. هو بتوصل فورا، هو أول ما بتشوفها بتتهمها بالخيانة وإنها سرقت شين منها. هو بعد ما بتعرف إنها خطيبته بتعرفها إن هما كانوا زمايل مش أكتر، وإنها مفيش في قلبها أي مشاعر ناحيته. هو بيروح بعدها جون يقرب منها، ولما بتحاول تبعده بيوريها الفيزا فبتعامله كويس. ولكن بيلاقوا واحد اسمه وينج جاي يتخانق معاه، فجية بتحميه وبتضربه بداله، والأمن بيجي يشيله. هو بيشيلها يحطها على المكتب، هو بيقول لأخته تروح لخطيبها. هو بيمسح بعضها التراب اللي على وش جي، وهي بتضطر تتحمله عشان الفلوس. هو بتسأله لو عرضه لسه زي ما هو، بس بيسألها لو دفعت عنه عشان الفلوس، فبتقوله طبعا، ولكنه بيعرفها انه هيديها 200,000 في الشهر مقابل انها تبقى خدمته. هو بتوافق جيا فورا. هو في البيت بقى بنشوفها وهي بتنظف اوضته، ولما بيخرج من الحمام بيجبرها تنشف له وشه، وهي بتتعامل معاه بقلة ذوق لانها ما بتكونش طايقاه، ولكن في نفس الوقت بتكون خايفة منه. وعشان يضايقها بيقولها تنزل تنظف باقي البيت تحت، فبتسمع كلامه. وبعد ما بتخلص بتروح تغير هدومها عشان تقابل شين، هو تقوله قرارها واللي هو طبعا الرفض. بس جون بيقولها ان هو واخته وصاحبتها شيا رايحين يتسوقوا ولازم تيجي معاهم عشان تشيل الشنط، فبترفض عشان هتخرج، بس بيفكرها انها شغالة عنده ولازم تسمع الكلام. هو بياخدها غصب عنها في العربية، هو بينسى اخته وراهم اللي بتوصل مع شيا صاحبتها. هو بتقوله ازاي ينساها. المهم بقى ان جون مش بيكون طايق اللي اسمها شيا دي اصلا، وهي من احراجها بسبب افعاله بتقولهم هتروح الحمام عشان جيسي تقول لأخوها إن شيا بتحبه والمفروض إنه يقدم لها هدية. بس هو بيقول لها المفروض اللي مش معاه فلوس ما ينزلش يتسوق. وبتروح جيا للحمام وبتسيبه، بس وهي رايحة بتشوف جون مع شيا. هو بيقرب منها، بس لما بيشوف جيا بينادي عليها. هو بيسألها لو بتراقبه، هو بتقوله أبدا ده أنا رايحة الحمام. هو بيفضل يستجوبها وبيحرجها، بس شيا بتقوله يسيبها لأن البنت مش عارفة ترد. هو بنعرف إن شيا مأجرة واحد يصورهم سوا. هو جون بياخد باله، هو بيقول لها بلاش الحركات دي لانها مش هتاكل معاي، لما تشهري بيا انت اللي هتخسري. هو لما شيا بتعرف ان مفيش فايدة منه وانه مش هيقرب منها برضاه بتقرر توقعه بنفسها. ولما بيرجعوا البيت سوا بتخدر المشروب، هو بيحس بدوخ. هو بيقوم على اوضته وهي بتجري وراه، ولكنه بيروح على اوضة جي. هو بيدخل الاوضة وبيقفل عليهم. هو بيفضل يقرب منها وهي بتضرب، فبيعرض عليها فلوس مقابل انها تنام معاه، فبتضربه مرة تانية لانه مفكرها رخيصة. ولما بيلاقيها بتعيط بيمشي وبيسيبها وهو زعلان. هو بعدها يوم بيوصل لأوضتها عشان ينام معاها، بس الصبح مش بتلاقيه جنبها. هو بتقوم تدور عليه وهي خايفة، ولما بتلاقي لعبته في ايد جون بتفتكر انه قتله. هو بتسأله اخوها فين، فبيقول لها تنفذ له طلبه وهو يرجعه لها. هو بيفضل يجادلها وهي بتقوله انه مجرم. هو بتسأله لو مش هو اللي خطفه، فبيقول لها لا، لانه لو مش عايزهم هنا ما كانوش قدروا يعدوا سور القصر من اساسه. هو بعدها بقى بيروح على عربيته عشان يروح للشركة، وجيا بتروح وراه وبتترجاه يساعدها تلاقي أخوها مقابل أي حاجة هو عايزها. هو بيكون مفكر إنها تنفذ له طلب، بس بتقوله إنها ممكن تبقى سواق. هو بيستغرب جون من براءتها، هو بيروح يركب وهو ساكت، بس بيكتشف إنها مش بتعرف تسوق أصلا. هو بينزلها من العربية وبيقول لها تلاقي طريقة تانية تخدمه بيها لو عايزة أخوها، فبتقوله إن اللي بيفكر فيه مستحيل وإنها مش محتاجة مساعدته وهتلاقي أخوها لوحدها. هو بعدها جون بيعرف إن ياو اتخطف من عيلة وينج. هو بيقول للحرس يستنى أوامره،
هو بيكونوا مخططين للهجوم على العيلة عشان يرجعوه. أما جيا بتلف في الشوارع على أخوها، هو بتقابل شين اللي بيسألها بتعمل إيه، فبتقوله إنها بتدور على ياو. هو بيقولها تركب لأن عيلة وينج هم اللي خطفوه وهو عارف مكانهم. هو بياخدها على هناك. هو بيلاقي ياو متكتف في المبنى اللي بيكون تحت الإنشاء. هو بيكون اللي بلغ شين هي شيا عشان توقع جيا في فخهم. هو فعلا لما بيوصلوا بتتفق مع شين انه يلهيهم وهي هتفك ياو، ولكن واحد من الحراس مش بيسيب مكان. هو أول ما بتقرب هي بيضربها على دماغها وبيغمى عليها. في الوقت ده هو بيعرف جون إن جيا راحت للعصابة وحاليا رهينة عنده. هو بيتعصب على مساعده لأنه سابها تروح. هو بيطلع على مكانهم فورا. هو في الوقت ده بنشوف جيا هو بتلاقي قدامها ميا مرات ابن عيلة وينج الأكبر اللي بيكون اسمه داني، واللي بتعرفها إن هي اللي خطفت أخوها عشان جون يجيلها. وده لأنه بقاله يومين مش راضي يجي، بس لما يعرف إنها هنا هيجي على طول لأنها نقطة ضعفه. بس جيا بتعرفها إن جون مستحيل يعبرها، بس بتتفاجئ بيه وهو جاي ينقذها. هو بتستغرب فبتطلب منه جيا ينقذ ياو الأول، بس بيسألها ايه المقابل، فبتضطر توافق على طلب وهي انها هتقدم على ليلة. هو بيفرح بطلن. هو بيتفق مع ميا تسيبها مقابل انه يقدم معاها ليلة. والحراس بيجيبوا ياو وبتاخده جيا. هو بتخرج زي ما جون أمرها لكنها بتسلمه للحارس يرجعه البيت. وبترجع تدور على شين اللي بتلاقيه مضروب والعصابة مكتفاه، فبتقرر ترجع لجون عشان يساعدها، لكنه بيكون في الوقت ده مع ميا اللي بتحاول تغريه. لكنه بيشوف جيا وهي بتراقبهم من بر. هو بيطلب من ميا تدخل ورا الستارة تغير هدومها وتطلع تفاجئه، بس في الحقيقة كان محضر لها مفاجأة ورا الستارة، وهي انها بلغ جوزها باللي عملته. هو بيكون مستنيها ورا الستارة وبيخلص عليها. هو بيطلع يشكر جون رغم انهم اعداء. وبعدها جون بينده على جي. هو بيسألها خير يعني رجعتي، فبتعرفه بموضوع شين. ولكن داني بيرفض انه يسيبه. هو بيقول للرجالة يعلموا على جون لان عيلتهم خسرت بسببه كتير. وجون بيسأل جي لو خايف، فبتقوله لأ لانها معاه. هو الظاهر كده ان اجابتها دي حمسته اكتر. هو بيقوم على حيله يضرب داني ورجالته، بس جيا بتتعور في كتفها. هو جون بيطلع بها من المبنى ده بعد ما انقذوا شين طبعا. هو بيرجع بيها للبيت. هو بيطلعها على اوضتها، واول ما بيدخلوا بيطلب منها تخلع لبسها، وهي بتتفاجئ من طلب وبتفتكر انه هيحتدي عليها. فبتعرفه انها مش مستعدة دلوقتي. ما تخافيش الموضوع مش هيطول. وجي هنا بتحس بالخوف فبتهرب منه، بس بيلحقها بيسألها عن سبب هروبها وليه مش ناوية توفي بوعدها. فبتفضل تعيط لأنها مش حابة تعمل كده غير مع جوزها. ولكن جون بيقطع لبسها وهي بتترجاها ما يعملش كده. هو بتخاف ان حد من الخدم يشوفه من الإزاز، وبتترجاها ما يفضحهاش، لكنه بيثبتها وبيقول لها انه ما يهمهوش لو حد شافه. ولما بيلاقيها بتنهار بالطريقة دي بيعرفها ان الإزاز اتجاه واحد، يعني محدش من بره هيشوفهم. بيلفها ليه وبيسألها ممكن اعرف سبب العياط ده؟ انا مش عايزه اعمل كده، مش هقدر. لكنه بيشيلها وبيروح بيها على السرير وبيقلعها على الجاكيت. اثبتي مكانك لو مش عايزه الجرح يسيب اثر. واخيرا بتكتشف انه كان عايز يطهر الجرح اصلا. هو بتسأله طالما كده ليه خوفتني من الاول؟ فبيقول لها انه ما قالش حاجه وهي اللي دماغها راحت بعيد. هو انه مش ناوي ياخد حاجه منها غصب عنها وهيسيبها لحد ما تجيله لوحدها. وهنا جيا بتطمن من ناحيته. هو قبل ما يمشي بيشوفها مسجله ايه، هو بيلاقيها مسجله الوحش، فبيغير الاسم الحبيبي. هو بيحذرها تسجله مرة تانية بالأسماء دي. هو بيحذرها كمان إنها تكلم أي شاب تاني غيره لأنها من النهاردة حبيبته رسمي. فبتوافق جي، بس بتقوله بشرط ما يعرفش حد غيرهم عشان ما حدش يقول عليها إنها استغلالية لأنها مش من العيل. هو بيوافق على شرطها، بس بيعرفها إن أي شاب تاني لازم يعرف إنها ملكه. هو بيطلب منها شكر على اللي عمله النهاردة لياو وشين، فبتقرب منه وهي عصرة على نفسها ليمونة. وتاني يوم بقى الصبح بتقوم جيا وبتلاقي ياو جايلها، فبتفرح لأنه خرج من المستشفى وهو ما عندوش إصابات. هو بتتأسف له لأنها ما قدرتش تحميه، لكنه بيقول لها إنه مش ذنبها. هو كمان عمه جون كتب باسمه نص أسهم الشركة عشان يكون عنده الحماية الكافية، وشكله كده طلع طيب. ولما بتعرف جيا باللي عمله عشان يحمي أخوها بتفرح. هو بتقرر تقدم له هدية شكر، وبتقعد تفكر هتقدم له إيه، وبتفتكر إنه عنده كل حاجة. هو كمان مش بيهتم بالهدايا
عشان كده بتفكر ترسم له رسمة وتقدمها له، وبتدخل أوضتها ترسم له صورة وهو بيدخل عليها قبل ما تكملها. هو بيفرح إنها بترسمه جيها من دماغها كأنها شايفاه قدامها وحافظة كل تفصيلة في وشه. هو بيسألها جون ايه مناسبة الرسمة دي، فبتعرفه إنها هدية شكر واللي هيطلبه منها هتنفذه. فبيقولها إنه عايز يشرب، هو بتقوم على طول عشان تجيب له مية وهي متضايقة من تكبره عليها، بس هو بيقرب منها. هو بيقولها إنه يقصدها هي بالمية، ولكن للأسف بيقطعهم في الوقت ده وصول الخادمة اللي بتعرف جي إن شين هنا وعايز يقابلها، بس مش بيستنى وبيطلع لأوضة جي اللي بتخاف إنه يشوف جون عندها، فبتترجاه يستخبى في الحمام، بس بيرفض وبيقولها ازاي شاب زي يدخل أوضتها وكمان يتحرك في البيت كأنه بيته. هو الاتنين بيروحوا على الحمام. أول ما شين بيفتح الباب هو بيفضل شين يدور عليها في الأوضة. هو جون بيتعمد يوقع الحاجات في الأرض عشان يعرف إنها في الحمام. هو بيفكر جين في الوقت ده إن جيا تعبان، فبيسألها لو بخير ولا يدخل، فبتقوله لأ طبعا لأنها بتاخد شاور. فبيتأسف لها لأنه دخل من غير إذن بس قلق عليها. هو بعد ما بيمشي جون بيقربها منه. هو بيسألها علاقتك بيه؟ احنا بس صحاب وانا اصلا ناوي ارد عليه النهارده وارفض الجواز منه. هو بعد شويه بتنزل تحت. هو بتقابله. هو بيسألها شين عن قرارها، فبتقوله هو ازاي يعرض عليها الجواز اصلا، هو خاطب جيسي لان دي تعتبر خيانه. هو بترفض طلب. هو بيوصل جون عندهم وبيسأله هو بيعمل ايه هنا، ده بدل ما يكون مع اخته، وازاي اصلا يجيله الجرأة انه يقابل جي. هو في الوقت ده بيطلب جون من جيا تروح معاه لمكان. هو شين بيتعصب. هو بيسأل جيا لو جون بيجبرها تكون معاه، وهو اللي بيقولها ترفضه، فبتقوله لأ وإنها معاه برضاها. هو بعدها بقى بتروح مع جون اللي بياخدها المرسى، بيكون اشترى لها مخصوص. هو بيقولها تجهزه زي ما تحب عشان هيفتحوا لها قريب. هو طبعا جيا بتطير من الفرحة إنه أخيرا هيكون لها مرسم خاص بيها. هو جون بيقولها إن أول عمل ليها فيه هيكون صورته اللي رسمتها النهاردة، بس بتسأله إيه المقابل للمكان ده، فبيقولها أنا عندي اقتراح. هو بيقرب منها بالراحة لكنها بتحذره، فبيقولها ترسم له صورة تانية هو ده المقابل. فبتقوله ماشي هبقى ارسم لك صورة في وقت تاني. وبتاخد صورته عشان تعلقها، بس في الوقت ده النوبة بتجيلها اللي بتسيطر عليها بالكامل. هو بتوقع اللوحة وبتتكسر. هو جون بيقولها مش مهم، هو تبقى ترسم له واحدة تانية عادي. هو مش بيكون واخد باله من الرحشة اللي في ايدها اللي بتحاول تخبيها على قد ما تقدر. هو بتقعد جيا ترسم له صورة تانية، بس النوبة بتجيلها مرة تانية والفرشة بتقع منها، فجون بينزل يجيبها لها وبيديها لها وبيمسك ايدها عشان ما تقعش تاني. هو بيقول لها ان من النهارده هيكون سندها، ولو حس انها هتقع هيكون ظهرها. فبتفرح جيا بكلام وبتسأله لو هيفضل معاها حتى لو بقت متصلبة. ما بيفهمش هي قصدها ايه بالكلمة دي، بس بيقول لها ايوه هيفضل معاها على طول. عشان كده لما بترجع البيت بتروح لأوضته وبتعرفه انها خلاص مستعدة تكون ملكه. هو بيسألها يا ترى ايه السبب، هو بتعرفه انه كلامه النهارده وانه هيفضل جنبها طول العمر حتى لو تعبت، خلاها مطمنة من ناحيته. ولكن جون بيقول لها انه بيحبها فعلا بس مش عايزها تسلمه نفسها الا لما يتجوزوا. وهنا جيا بتسأله لو فعلا ليه علاقات كتيرة بره، فبيقول لها لا لانه بيخاف من الامراض. هو مستحيل يقضي ليلة مع بنت ما يعرفش عنها حاجة. هو ممكن تبقى مريض، خصوصا انه عنده وسواس النظافة. المهم ان قبل ما جون يقرب منها بتجيلهم جيسي اللي بتتخانق مع جي لأن شين سابها ويعتبر بسببها، فبتعرفها ان هي اعترفت له انها مش بتحبه لانه مش نوعها المفضل، وكمان عندها حبيب. وهنا جيسي بتحس ان في حد في الأوضة فبتقتحمها وبتتفاجئ انه جون اللي كان لبس هدومه خلاص. ولما جيسي بتسأله عن سبب وجودهم سوا بيقول لها انه عايز جيا تغسله هدومه مش هي شغالة عنده. هو بيمشي بعدها. وجيسي بتقرر تاخد جيا ويطلعوا يشربوا بره بما انها مش عدوتها تبقى صاحبتها. هو الاتنين بيطلعوا يشربوا وجيسي بتكون زعلانة على فراق شين وبتطلب شباب كتيرة، ولما بتيجي تحاسب بتلاقي الفيزا فاضي، فبتعرف ان جون وقفها. وجيا بتتصل عليه عشان يجي ياخدهم، ولكن هو اصلا كان وراهم. هو بيكون مراقبهم من بدري. هو بيقول له مساعده ياخد اخته على البيت. هو بياخد هو جي. هو بيكون متعصب. هو اول ما بيوصلوا للبيت بتحلف له انها ما عملتش حاجة وان اخته اللي طلبت الشباب دي. فبيقول لها عارف بس مجرد انك تفكري في حد غيري ده لوحده كفيل انه يعصبني. بتخاف منه
أحسن يقلب عليها مرة تانية، وبالتالي يقلب على أخوها، وبتقرر تسلمه نفسها عشان يعرف إنها بقت ملكه ومحدش هيقرب منها أبدا غيره. وتاني يوم بقى الصبح بتصحى وبتلاقيه جنبها وبتسأله لو زعلان منها بسبب اللي حصل امبارح، وبيقول لها لأ، وبتعرفه ان النهاردة هيكون افتتاح المعرض بتاعها ولازم تروح. وبعدها بشوية بنشوفها في المعرض والزوار داخلين طالعين، ولكن 2 منهم بيكونوا جايين يعملوا مشاكل وبيعرضوا صور لجيا مع جون على أساس إنها بتغويه، وبيكسروا لها في المعرض وهي ما بتكونش عارفة تدافع حتى عن نفسها. وبيوصل الخبر لجون اللي بيتحرك فورا بعد ما أمر المساعد بتاعه يمسح الصور ويعرف مين اللي نشرها، وبيعرف بعدها إن شيا اللي عملت كده، وبيجيبها وبيعلمها الأدب وبيجبرها إنها تنزل اعتذار رسمي لجيه على النت وإنها كذبت في المعلومات اللي نشرتها. بيوصل المعرض وبيهدي جيه اللي بتقوله بلاش يقرب منها في الأماكن العامة عشان محدش يقول عليها عشيقة مرة تانية، ولكنه بيفرجها على فيديو اعتذار شيا ليها هو اللي هتسافر وتسيب البلد عشانها كمان. هو في الوقت ده جون بياخد لهم صورة سوا وبينزلها على النت وبيقول إن دي حبيبته الحقيقية. هو بيكون عمل كده عشان محدش يقدر يقرب منها تاني، بس الأب لما بيعرف بيرفض علاقتهم. هو بيعرض على جيا فلوس كتيرة عشان تسيب جون ولكنها بترفض، وجون بيحضر عنده وبيقوله إنه مش هيسيبها حتى لو هي سبت لأنها حب عمره. المهم إن الأب بيتعصب على جون وبيهدده إنه هيعاقبه زي زمان، وبنعرف إن اللي غير شخصية جون للقسوة دي هي قسوة أبوه عليه من البداية. وبنعرف إنه مش ابنه الحقيقي إنما متبنيه، بس جون بيقوله إنه ما بقاش يفرق مع العقاب، هو بينفذه على نفسه بنفسه لحد ما بينزف من دماغه. وبياخد جيا بعدها القط وهي بتطهرله الجرح. هو جون بيسألها لو فعلا كانت هتاخد الفلوس وتسيبه، فبتقوله أكيد لأ. هو بيعرفها في الوقت ده إنه وقع في حبها من 6 سنين عشان كده مهما حصل مش هينفع يسيبها. بتستغرب جيا من كلامه، بس هو بيحكي لها هو بيفكرها زمان لما ساعدته إنه يتعرف على الألوان. هو بيعرفها إن في حفلة بكر ولو جت لوحدها هيعرف إنها بتحبه وهتكمل معاه حياتها. وتاني يوم بقى بتكون الحفل وجيا بتوصل متأخر وبتقابل شين اللي بيعرف إنها هتتجوز جون وبيتمنى لها السعادة، بس قبل ما تدخل بتعرف إن عيد ميلاد جون وهي ما جابتش هدية، فبترجع مرة تانية عشان تشتري له تورته. ولكن في الوقت ده بيفكر إنها مش هتيجي وإنها بكده رفضت طلبه للجواز منها، بس وهي راجعة بتقع وبتجيلها النوب، ولكن المرة دي أقوى من قبل كده لدرجة إنها بيغمى عليها. هو بيعرف جون إنها مغمى عليها والإسعاف بتنقلها للمستشفى. هو في المستشفى بقى بيتفاجئ بخبر مرضها اللي علاجه بيكون بره، واللي خلى حالتها تتدهور كده إنها اتأخرت عن العلاج. هو بيعرفوه إنها دخلت في غيبوبة، وهنا جون أخيرا بيفهم هي كانت عايزة الفلوس ليه. هو جون بيوفي بوعده لما قالت له هتحبني حتى لو كنت متصلبة. هو بيزورها كل يوم وبيفضل يكلمها لمدة سنة لحد ما في يوم سمعها بتتكلم وفكر إنه بيتهيأله، ولكنه اتفاجئ إنها فائت بجد. وطبعا الفرحة ما كانتش سايعاه. هو بتقوله إنك وفيت بوعدك ليه وما سبتنيش، لكنه بيعاتبها لأنها ما عرفتوش بمرضها. هو بيقول لها إنه من النهاردة لازم تعرفوا كل حاجة عنها. هو بيعرفها إنه هيفضل جنبها لحد ما تخف وترجع أحسن من الأول. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.